ازاي اعرف ان انا ناجح؟ اتسألت السؤال ده كتير. طيب عشان نجاوبه لازم نتفرج على بقية الكلام يعني. السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. في سؤال بتسأله كتير، ازاي اعرف ان انا ناجح؟ طيب هو انت عشان تعرف ان انت ناجح لازم تعرف انت عايز تنجح في ايه بالظبط، وايه مقاييس النجاح، وايه انواع النجاح. طيب هل انت ناجح في حياتك مع ربنا؟ يعني في علاقتك بربنا ناجح؟ طب هل انت ناجح في دراستك؟ طب هل انت ناجح مع عيلتك؟ هل انت ناجح مع اصحابك؟ هل انت ناجح مع الظروف اللي انت بتقابلها، المواقف اللي انت بتعدي بيها وبتتعبك وبتقف في سكتك، هل انت ناجح فيها؟ هو ده السؤال اللي احنا لازم نسأله يا جماعة قبل ما نقرر اي حاجة وقبل ما نجاوب على اي حاجة. طيب النجاح يا جماعه ان انت زي ما قلنا كده، اول حاجه ان انت تفكر في علاقتك بربنا. هل انت بترضي ربنا؟ هل انت شايف ان علاقتك بربنا كويسه؟ طب هل انت شايف ان حياتك مترتبه عشانك؟ طب هل انت واثق في ربنا؟ طب هل انت بتعبد ربنا زي ما هو قال ولا لا؟ دي اول حاجه. تاني حاجه علاقتك مع اهلك او مع الناس اللي انت بتحبهم. طيب انت علاقتك بيهم كويسه؟ طب في حد متضايق منك؟ طب متضايق منك ليه؟ طب هل هو اللي هو متضايق منه ده صح ولا غلط؟ طب هل انت عارف ان هو متضايق منك؟ طيب وعشان تعرف الكلام ده كله، هل انت عارف ازاي ترضيه؟ طيب وهو على حق ولا انت اللي على حق؟ ولا في حد تالت داخل ما بينكم هو اللي بيعمل الكلام ده؟ علاقتك مع اصحابك، هل انت مختار صحابك صح؟ هل انت شايف ان اصحابك شبهك؟ هل انت شايف ان اصحابك بيطلعوك لقدام؟ طيب هل انت شايف ان اصحابك في المواقف بيبقوا جنبك؟ طب هل انت شايف ان اصحابك يعني عارفين يبقوا جنبك؟ كلهم بيحبوك ولا في حد بيحقد عليك ولا في حد مخبي حاجة مش كويسة جواه ليك؟ ولا انت كمان عارف تحبهم، شايفهم كلهم كويسين؟ في حد انت بتغير منه؟ في حد انت بتحقد عليه؟ في حد انت متضايق منه؟ في حد بيوقع بينك وبين حد؟ طيب لازم تشوف ده كله. طيب علاقتك بقى في دراستك، في شغلك، في الكلام ده كله، علاقتك بدراستك وبشغلك هل انت ناجح فيها؟ هل انت وناجح فيها مش معناها ان انت واصل للي انت عايزه، لا، ناجح فيها معناها ان انت بتعمل اللي عليك وبتعمله صح وبتعمله بابتكار، وبتحاول ان انت تبقى احسن كل يوم، بتدخل معلومة جديدة، بتدخل شغل جديد، بتفيد الشغل، بتبقى انسان ايجابي ولا انسان سلبي سواء في دراستك او سواء في شغلك. طيب في حاجة تانية ايه هي بقى؟ علاقتك بالمواقف اللي بتعدي عليك. هل علاقتك بالمواقف اللي بتعدي عليك انت شايف ان انت علاقتك صح؟ يعني انت بتتعامل مع المواقف بطريقة صح؟ طيب علاقتك في المعوقات او المطبات او المشاكل اللي بتقابلك انت عارف تتعامل معاها؟ وفي نفس الوقت عارف تتعامل معاها ازاي؟ طب وانت بتتعامل صح ولا بتعملش صح؟ وهل انت بتستسلم ولا بتحارب عشان تنجح؟ هي دي علاقتك بالمواقف. طيب والمواقف بتأثر فيك ولا بتأثرش فيك؟ عندك ثقة ان انت ان شاء الله هتقدر تعدي المواقف والازمات والمشاكل اللي انت فيها ولا لا؟ ثقتك في نفسك ان انت قادر تحل المشكلة وان انت قادر توجد لها حل وان انت قادر ما تستسلمش، هل ده موجود ولا لا؟ طيب علاقتك في بغض النظر عن موضوع المشاكل، الناس، المواقف الصعبة اللي انت بتقابلها، حد بيتمنى لك الفشل ولا لا؟ طب وانت عارفه؟ طب عارف تتعامل معاه؟ طب عارف ما تخلوش يخسرك وعارف ان انت ما تخسرش ولا لا؟ يا جماعة النجاح يا جماعة مش ان انت توصل للي انت عايزه، دي اخر حاجة، ودي يعني بعد ما بتعدي بحاجات كتير هي دي بتبقى اسهل حاجه. لكن النجاح يا جماعه في الموضوع، في الطريق، في الحاجات اللي انت بتغيرها في نفسك كل يوم، عن نجاحك في العادات، ان انت حاطط عارف خطط انت حاططها كده وماشي عليها وبتحاول فيها عشان توصل للي انت عايزه. طب الخطط دي انت حاططها بتركيز، حاطط لها اوقات ولا لا؟ طب هل انت شايف ان هي صح ولا لا؟ هل انت بتراجعها كل شويه ولا لا؟ والعادات اللي انت عايز تغيرها عشان توصل لان انت تبقى انسان تاني مختلف ناجح كويس سعيد، هل ده موجود ولا لا؟ طيب وبرضه في ناس تانية بتقول ان النجاح ان انت تكون سعيد. طب ما هو انت لما تعمل الحاجات اللي انا قلتها دي كلها ولما تفكر في كل الحاجات دي كلها هتبقى سعيد. النهارده انا مش بجاوب على الاسئله دي ان انا اجاوب انا ناجح ولا لا، انا عايز احطك قدام نفسك تفكر انت ناجح فعلا ولا لا؟ طب انت سعيد ولا لا؟ لما هتعرف تعمل ده هتبقى ناجح وسعيد. فكره ان انت تعمل كل حاجه زي ما انت
راسم لها وزي ما انت مخطط لها عشان تنجح، هي دي اللي فيها الشغل وهي دي اللي فيها النجاح الفعلي. ان انت تقدر تعمل كل حاجه انت عايزها بالشكل اللي انت عايزه، مش بالحاجه اللي تتفرض عليك. وحتى لو اتفرضت عليك انت هتتعامل مع الموقف ده ازاي، وهتقدر تحدد انت مشكلتك فين ولا لا، وهتقدر كمان تعدي الموقف ده وتحول الحاجه اللي انت بتعملها غصب عنك دي لحاجه كويسه وحاجه في صالحك وحاجه انت تبقى مبسوط بيها ولا لا. فعلاقتك اول حاجه علاقتك مع ربنا، علاقتك مع اهلك، علاقتك مع اصحابك، علاقتك مع المشاكل اللي انت بتقابلها في حياتك، علاقتك في دراستك وشغلك، علاقتك كمان في سعادتك والكوكتيل ده كله. لما ابقى بحاول فيه ابقى انا كده ناجح. لكن مش فكره ان انا اوصل للي انا عايزه بس، لا، لما هتعمل ده كله وتنجح في ده كله هتبقى انت ناجح. لما ما تستسلمش وتعرف تتعامل ازاي مع الناس، هو ده النجاح. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.